حبه ربه حبب فيه خلقه. مقولة تنطبق على كابتن محمود الخطيب. سنوات طويلة في الملاعب وفي الرياضة، ما شاء الله عليه. شاف حب الناس من أول يوم، من أول يوم لعب في النادي الأهلي، من أول يوم دخل راح من النادي النصر للنادي الأهلي. وسبحان الله بقى معشوق الجماهير ومعشوق مش الجماهير المصرية بس، مش الجماهير الأهلاوية بس، كل الجماهير والجماهير العربية كلها. يعني الحقيقة يعني لعب، أخلاق، تدين، يا صفات تحدث من هنا لبكرة، يعني هتلاقيها مش متوفرة في ناس كتير. هو الجميل ان ربنا يكرمك على حياة عينك، تشوف كده وانت عايش تكريمك وحب الناس، وتشوف انك انت كل ما بتشتغل قوي وبتشتغل اكتر وبتدي اكتر وبتخلص اكتر وبتقرب من ربنا قوي وبتتقن عملك جدا وبتحب الحاجة اللي بتعملها، كل ما ربنا يكتب لك نجاح اعلى واعلى واعلى، وتفضل من نجاح لنجاح. الخطيب الناس كانت بتعيط وهو بيعتزل، الخطيب اللي كان سبب في كتير جدا يشجعوا النادي الاهلي، بقوا الناس بتعيط ولا يا بيبو لا لا مالكش حق وهو بيعتزل. الخطيب اللي ضحى بحاجات كتير جدا جدا اثناء اصابته ايام الملاعب، بحقن وحاجات كده اثرت عليه في المستقبل، ومع ذلك ضحى. وهو ان شاء الله النهارده هيجي على نفسه برضه وهيضحي عشان خاطر جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي. الخطيب يا جماعه دعوات الناس ما بتفرقوش ما شاء الله. الخطيب رغم انه كان بينزل في اي قائمه لمجلس الاهلي، مش بس كرئيس، برضه كان بيعمل لها وزن طبعا مع كابتن صالح وكابتن حسن حمدي، ده مستحيل نقلل منهم يعني. انما الخطيب يا جماعه حاجه تقيله كده، حتى هيبه كده، شخصيه تحسي هو بيجيب الحق النادي الاهلي. محمود الخطيب يا جماعه امبراطور القلعه الحمراء فعلا يعني. لو عايز تخلص في لاعب الخطيب يخلص، لو في مشكله بره مصر الخطيب بيخلصها. فالخطيب ربنا بيكرمه، ده كل ده رصيد حب عند الناس دي. فخلاص هو بقى بيشتغل برصيد الحب ده ورصيد الاحترام ده ورصيد التقدير ده. النهارده محمود الخطيب لما عمل عمليه في 2012 ساعه مسبحه بورسعيد، قد ايه رغم كل المسبحه ورغم اللي كلنا كنا فيه، الناس كانت بتدعي له والناس كانت مهتمه برضه تسال عليه. الخطيب لما مسك المنتخب كانت الناس عايزه الخطيب ينجح. يا جماعه ده الخطيب رجع مرتبه اللي اخده من المنتخب لما استقال. هو في اخلاق كده، هو في ادب كده، هو في بني ادم كده اصلا. عرفتوا ليه هو محمود الخطيب؟ الخطيب لما قال انا تعبان الفتره اللي فاتت، يا الله على مظاهره الحب من كل الناس المحترمه، اهلاويه وزملكاويه وغير ده وغير ده، كل الناس المحترمه. النهارده لما الخطيب قال همشي دربك الدنيا، قلب العالم العربي كله. خلى جمهور الاهلي يتخض يخاف، ايه ده تمشي؟ يعني ايه تمشي يا محمود؟ لا يا بيبو ما ينفعش تمشي. فده رصيد حب يا جماعه، سبحان الله. ربنا يديك العمر يا بيبو. ده احنا اكيد الناس بتحسدك، اكيد احنا بنحسدك على ان انت شايف نجاحك والتقدير والتكريم على حياه عينك. يا رب يديك طولة العمر يا رب يا بيبو. دي حاجه نعملها ازاي؟ يعني اي حد فينا ممكن يعمل ازاي ان تفضل سيرتك عايشه معاك. اتمنى تكملوا الفيديو والله ما عشان المشاهده، بس عشان الموضوع ده تحديدا شغلني جدا. ازاي الواحد يبقى مؤثر سواء عايش او مش عايش؟ ربنا يديك العمر يا رب يا بيبو. يعني دايما يقول لك ايه، هات ولد عشان يبقى امتداد ليك. الخطيب كل خلفته زي ما بيقولوا كده بنات، بس اسم محمود الخطيب هيفضل في السماء في السماء، هيفضل عايش العمر كله. هتروح ايام وتيجي ايام وسنين لحد نهايه العمر، لحد يوم القيامه هيفضل اسم محمود الخطيب رنان، اسم تقيل، اسم كبير. ربنا يديك الصحه يا بيبو، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه باذن الله تعلن قرارك انك انت هتكمل معانا. زي ما ضحيت وانت لاعب لازم تضحي وانت رئيس للنادي. انت مسؤول يا محمود يا خطيب عن الاهلي، ومسؤول عن الجمهور، ومسؤول عن النادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله هترجع للنادي الاهلي، لانك انت القبطان اللي ما ينفعش المركب تمشي من غيره. احنا محتاجين جدا تواجد محمود الخطيب. خد اجازه وارجع يا بيبو، بس لازم تكمل معانا يا بيبو. ربنا يديك الصحه وطولة العمر. فعلا يا بيبو انت من اعظم الشخصيات اللي الواحد شافها في حياته.